السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من أصحابي الناس الجميلة اللي ما بتخلص بيلعب كورة، بيلعب شطرنج، بيلعب بينج بونج، بيجري هو وأصحابه وبيتمرن سباحة وهو شغال مصمم جرافيك. سبب الفيديو ده ان انا اعمله ان هو دخل مجال البرمجة الفترة دي وعايز يتعلمها. بالمناسبة هو اللي طلب مني اعمل الفيديو، والسبب انه مش مقتنع بكلامي وعايز يسمع التعليقات او يشوف التعليقات بتاعت الاعضاء الكرام وتجاربهم في القصة دي. طب هو ايه مشكلته؟ يعني ايه المشكلة لما يعمل الحاجات دي كلها؟ هو عنده مشكلة فظيعة، هو عايز يبقى اجمد واحد في كل حاجة من الحاجات اللي هو بيعملها. تعالوا نشوف مثلا موضوع الجري. هو حكى لي على حاجه، الحقيقه انا مجرد ما سمعتها تعبت، يعني جسمي وجعني والله. بيقول لي ان هو واصحابه اتفقوا ان هم يجروا من القاهره لحد بعد بنها كده وشويه بشويه. لو انت من بره مصر فالقاهره دي مدينه وبنها دي بعيد عنها ما شاء الله بمسافه، يعني مش عايز اقول لك. يعني انا لو رحت المسافه دي بالعربيه بتعب، فتخيل واحد بيجري. ممكن بالنسبه لكم الموضوع يبقى هايف ومفيش مشكله، بس هو بالنسبه له ده انجاز. اول حاجه محتاج اقولها لك عشان تركز معايا في القصه وتقدر ترد عليه في التعليقات، ان هو مش اشطر واحد في الناس اللي بتجري، ويمكن اقل واحد فيهم. كلهم ناس شاطره وما شاء الله وصحتهم زي الفل وبيوصلوا المكان اللي هم عاملينه از تارجت يعني، وبيكونوا هاديين كده والحمد لله مفيش مشكله. وهو يمكن بيتعب جدا ومحتاج تمرينات اكتر عشان يقدر يجري زيهم. الشطرنج بيتغلب من طوب الارض، يعني مفيش حد بيغلبوش. الكوره ما حدش يسمع عنه. في مجال الجرافيك الراجل على قد حاله جدا وداخل دلوقتي يتعلم برمجه. طب هو ليه عايز يبقى اجمد واحد في كل حاجه؟ هو متاثر جدا بافلام الخيال العلمي، افلام الساينس فيكشن اللي بتديك توقعات فظيعه ان انت تحس ان انت ممكن تشيل الكوكب بايدك وحاجات عجيبه جدا، وده كله احلام. حضرتك بتنام وتصحى تلاقي نفسك في نفس الاوضه، وكل الافلام دي هوكس. طيب انا حاولت اقنعه انه موضوع انك تتخصص في مجال واحد بس واسمك يسمع وتوصل ده صعب جدا وتحدي. هسمع واحد بقى دلوقتي بيقول لي ايه ده انت بتحبطنا؟ لا يا باشا، انا مش بحبطك. لو انت مدرب وعندك واحد بتدربه، سواء كوره، كاراتيه، اي رياضه في الدنيا، اي حاجه عايز توصله لمركز، مسابقه مثلا في المعلومات العامه، انت ما ينفعش ان انت تجامله وتقول له يا عم دي حاجه هايفه، يا عم ما تخافش ده يومين ثلاثه وهتبقى جامد. لو واحد مثلا بيتدرب مثلا كمال اجسام وهينافس ناس يعني وحوش، وحضرتك رايح تشجعه من وجهة نظرك، فاهم ان ده تشجيع، وبتقول له يا عم ده الموضوع هايف، يا عم ده كلهم كام بطل ما تخافش يعني، انت كده حضرتك مش بتشجعه، انت كده بتدمره وبتضحك عليه. لانك لازم توري له قدر الحاجه اللي هو داخل عليها عشان يكون على مستوى الحدث. لازم يبقى عارف هو داخل على ايه. ما ينفعش تجامل حد انت عايز توصله لبطوله. فانا دلوقتي لما اقول له ان الحاجه دي صعبه جدا لو انت متخصص في مجال واحد، حضرتك اخترت مجال الجرافيك اللي انت بقالك فتره فيه، مش هقول لك البرمجه، انت لسه داخل في العصر بتاعنا ده، عصر الاي اي وسنه 2023. بلاش تفكر في قصه انك تبقى اجمد واحد في العالم واجمد مبرمج واجمد شخص بيحل مسائل في مواقع التحديات البرمجيه. انا هجيب المجال اللي انت شغال فيه اللي هو مجال الجرافيك. لو قلنا ان انت بقالك 5-6 سنين شغال في مجال الجرافيك وانت عايز تبقى اجمد مصمم عالمي في الجرافيك، فعايز اقول لك الموضوع صعب جدا عليك انت كشخص، هو صعب جدا ان اسمك يسمع. ومش الطبيعي ان كل الناس اسمها بيسمع وبتوصل للعالميه. الناس بتصحى من النوم تشتغل وبعد سنين طويله بيكون شغال في مكانه عادي ومحدش بيسمع عنه. ده المنطقي والطبيعي. اللي بيخرج بره القاعده اللي هو المميز جدا واسمه بيسمع، هو ده بقى اللي انت عايز توصل له. عايز بقى توصل له في كل المجالات دي يا باشا؟ مستحيل. وده نصيحتي ليه، انه كان يركز في حاجه واحده، عشان لو عايز يوصل فعلا لاسم ان اسمه يبقى جامد جدا فيركز في الحاجه دي، وباقي الهوايات يعملها. عمري ما ممنوع عنها ولا قلت له ما تعملهاش. لا يا باشا، انت راجل مبرمج مثلا، تمام، العب كوره، العب بينج بونج، العب شطرنج، اعمل اللي انت عايزه، مفيش مشكله، دي هوايات. بس ابعد الامال الزائفه بتاعت ان انت هتبقى اجمد واحد في كل الحاجات دي. بالمناسبه انا وابراهيم عادل صاحبي لما خرجنا كنا بنلعب بينج بونج عادي، والراجل بيلعب كوره، وكلنا عادي بنلعب الحاجات دي عشان دي هوايات شخصيه ملهاش علاقه. لكن عمر ما حد فينا كان فكر ينافس بطل في الصين في البينج بونج مثلا. ما عندناش اصلا الكونسبت ده، يعني مش موجود عشان نمشي ناحيته، لان احنا عندنا مسار تعليمي او حاجه كارير انا ماشي فيه عشان احاول اوصل للتارجت بتاع انك اسمك يسمع والكلام ده. فبنسى تماما باقي المجالات. دي نصيحتي ليه. لو شايفين ان كلامي صح ممكن تكتبه في التعليقات عشان هو يشوف، ولو انت كنت بتفكر زيه اتمنى ان النصيحة تفيدك. شكرا يا شباب.